النهاردة ان شاء الله هنعمل الكرنب مع بعض بطريقة جميلة جدا وبسيطة وسهلة. هنخزنه من السنة للسنة، هيطلع معاكي في منتهى الجمال، مش مجلد، وهيطلع حلو، هيطلع سايح في منتهى الجمال زي اول طبق ما هتخزنيه. قبل ما نبتدي الفيديو كده هنصلي على رسولنا الكريم عليها افضل الصلاة والسلام، ونسلم كده على حبايبي. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. فكرة الفيديو بتاعنا النهاردة يعني هو تخزين الكرنب. في ناس كتير عارفة تخزينه وعارفة طريقته، بس الفكرة النهاردة في ان احنا الحاجة كلها غليت، ولعت نار، بقت سعرها جامد جدا. بس دول كرنبتين اتنين اهوت، يعني لو بتجيبي مثلا كمية كرنب 10 كرنبات في التوقيت اللي احنا فيه، في الغلا اللي احنا فيه، فهنجيب على قدنا. الكرنب دلوقتي سعره غالي برضو، مش رخيص. يعني الكرنب عامل 15 جنيه الواحدة، عاملة 15 جنيه. وحجمها يعني ايه، هي حلوة مش وحشة زي ما انتوا شايفينها كده. الكرنب دلوقتي لافف، يعني الورقة بتاعته كبيرة حلوة. فشوفي الكرنبتين هيفرطوا معايا قد ايه، هيفرطوا معايا كمية حلوة. لو انت عيلة وبتستخدمي مثلا الكرنباية كلها، لو انت هتستخدمي الكرنبتين برضه هتشوفي هيقطعوا معايا كمية ورق حلوة قوي في منتهى الجمال. مش هنرمي اي حاجة خالص من الكرنب. زي ما قلت لك، انت لو فضلت تقولي مثلا الاسعار غليت ومش هنخزن، لا، هتخزني كل حاجة ان شاء الله. من مصروف بيتك كده. لو بتحوشي 30 جنيه او 20 جنيه هتجيبي بقى اي حاجة تحطها في الفريزر، تخزنيها ان شاء الله على الميعاد اللي انت محتاجة الحاجة فيه. هتلاقي يعني عملت كمية حلوة قوي. هي دي كانت فكرتنا النهاردة. وشوفي ده الراس بتاعت الكرنباية، بتقطعي كده الحتة الطرية اللي فيها ديت، وبتحفظيها كده زي ما انت شايفة. دي اللي حطيته بقى. المية كانت بتغلي معايا، هديت النار عليها، حطيت 3 معالق سكر، وحطيت معلقة ملح، وحطيت حاجة بسيطة كده من الكمون، يعني قولي ايه، نص معلقة صغيرة من الكمون. دي معلقة البهارات، يعني نص معلقة من بتاعة الشاي كده كمون. بالشكل اللي انت شايفاه ده. السكر هنا جميل جدا جدا. هو يعني حاولي ان الملح هو اللي يبقى قليل، لان الملح هو اللي بيخلي الحاجة تشد معاكي وتجلد. فحاولي ان انت تقلليه كده. في الكرنب بالذات انا حطيت معلقة كبيرة، وحطيت 3 معالق سكر كبار. السكر هنا بيخلي معاك الكرنب في منتهى الجمال. واهم حاجة ايه؟ الكمون، حاجة بسيطة كده من الكمون، عشان انتوا عارفين يعني علشان الكرنب. بتاخد كده على الوش بتاعها اللي انا قلبتها عليه ديت، اللي هي العيدان، بتاخد في حدود من 5 دقايق ل7 دقايق. والجهة التانية دي ما بتاخدش 3 دقايق، لان انا الكرنب بتاعي ده هفرزه، فعايزاه يبقى ايه، ماسك نفسه شوية، ما يبقاش كده على ان انا راح الفه دلوقتي. علشان كل ما هتطلعي ورقة على ورقة كده، الورقة بتطلع سخنة على التانية، بيهدى معاكي وبيبقى في منتهى الجمال. زي ما قلت لك كده، كل ما ورقة كرومبا هتطلع فوق التانية بتطرى معاكي وبتبقى في منتهى الجمال. فعلشان كده ما تكتريش عليها سليق اكتر من كده. زي ما احنا قلنا على العيدان ديت في حدود من 5 ل7 دقايق على حسب حجم الكرومباية. وعلى الجهة التانية ما بتاخدش اكتر من 3 دقايق، لان الجهة التانية بتبقى رقيقة. 3 دقايق كده بالظبط وبتطلعي، تبتدي ان انت تطلعها، او دقيقتين كمان. انت اللي بتبقي شايفة الورقة كده في ايدك ومتحكمة فيها. هنا شوفي الورق حجمها قد ايه، حجمها حلو في منتهى الجمال، كبيرة قوي. يعني على قد سعر الكرنب، الكرنباية ب15 جنيه هتعمل معايا كمية في منتهى الجمال. هتشوفوها معايا كده زي اللي انتوا شفتها في اول الفيديو. فيبقى كده هنخزن اللي احنا محتاجينه كله على قد ايدينا، وبامكانيات تكون بسيطة جدا، وبحاجات تكون بسيطة. هنعمل كمان، هنقطعه مع بعض بطريقتين، والطريقتين اجمل من بعض في منتهى الجمال. آه للي بيحب مثلا الورقة على قد الصابع، واللي بيحب الشريط الكامل. هنشوف طريقتهم كده. طريقتهم بسيطة حلوة قوي وسهلة. زي ما قلت لكم احنا كلنا بنخزن الكرنب، كلنا بنعمله. الكرنب اللي معايا هنا يعني معظمه كله مشبح كده بالخضار، يعني معظمه بيبقى ابيض. معظم الورق بتاعه طلع ابيض، ومفيش الا حاجة بسيطة قوي مشبحة بالخضار كده. فعشان كده خدت الورقتين اللي كانوا طالعين من الاول وسلقتهم. لو انت بتحبي الورق الاخضر يعني، الورقة الخضراء بس هي اللي بتزودي شوية في السليق بتاعها، مش اللي زي اللي في ايدي ديت. الورقة الخضراء اللي انت شفتها
في اللقطة اللي فاتت دي. هنا بقى لو حابة تقطعي الورق شرايط، فخلي بالك لان هنا مش الورقة مش الطول بتاعها ده، بتحاولي تظبطيها معاكي تشديها كده لان بتبقى مكرمشة شوية. وهنا دي طريقة التقطيع بتاعتها، طريقة بسيطة جدا وسهلة، وبتطلع معاكي كمية الورق على قد الصابع بالظبط، على قد لف الصابع بالظبط زي ما انت شايفة كده. ولو طلعت معاكي ورقة شابكة ببعضها كده بتقومي مقطعة دي الورقة اللي بتبقى في اول الشريط كده. دي طريقة، وهنعمله بقى بالطريقة التانية اللي انا بفضلها بصراحة. انا بفضل ان الطريقة التانية دي بتبقى شريط كامل كده على بعضه، بتاخديه بتقطعي. بس انتوا عارفين البنات الصغيرة دلوقتي ما بتبقاش عارفة حجم مثلا الصابع قد ايه، فبتبقى عايزة الورقة تكون متقطعة لهم جاهزة كده. دي الحتة الاخرانية، يعني هنا الورقة بتطلع معايا 4 شرايط. الورقة كبيرة وحلوة في منتهى الجمال. من كرومبتين بس ب30 جنيه هتعملي الكمية اللي انت هتشوفيها معانا دي. فهي دي كانت فكرتنا، ودي كانت الطريقة بتاعتنا. يعني بنحاول نبسط الامور على نفسنا مهما تغلى ومهما تبقى صعبة. تعملي بقى بمقص، تعملي بسكينة، تعملي اللي يعني المتاح اللي انت بتحبيه. هنا بتبرمي الورقة بالشكل ده كده، اتلمت معاكي شريط اهي. وبتقص بقى الحتة دي بتسويها عشان بتبقى كده تخينة، عروقها بتبقى تخينة. وبتبتدي تقطعي التقطيعة بتاعتك على قد حجم الصابع اللي انت بتحبيه. الحتة الاخرانية دي ما برميهاش، بظبطها كده وبعملها ايه تعمل صابعين معايا. عملت ورقتين اهي. هنا بقى زي ما بقولك كده، انا بصراحة انا بفضل كده، انا بفضل يبقى الشريط في ايدي كده واقطع منه على طول. فمعاكي الطريقتين، الطريقة اللي انت بتحبيها والطريقة اللي انت بترتاحي فيها تعمليها. بس احنا كان لازم نعمل الطريقة التانية ديت علشان خاطر البنوتات الصغيرين يقدروا ان هم يعرفوا مثلا ايه الورقة بتتلف قد ايه لغاية ما ايديهم تاخد عليها كده. وبعدين ايه عادي لو قطعها بالشكل ده هتبقى احسن بكتير معاهم. زي ما احنا قلنا كده ايه، ان شاء الله هنخزن كل اللي احنا محتاجينه على قد الايد لغاية ما ربنا يسهل الامور كده والاسعار بتاعتنا ترجع. في التوقيت ده بالظبط كنت بشتري الكرومبايه ب5 جنيه، يعني كنت بجيب ال10 كرومبات ب50 جنيه. طبعا الدنيا غالية، يعني في ناس، يعني انا جبت الكرومبايه ب15، وفي ناس بتقول بتجيبها ب17 وب18 وب20 كمان، على حسب كل مكان وعلى حسب المكان اللي انت فيه. فلو الحاجة برضو غالية بالطريقة ديت مش هنقعد ونحط ايدنا على خدنا ونقول ان احنا مش هنخزن ومش هنعمل. لا هنعمل ان شاء الله. انا الكرنب بجيبه بيقعد معايا طول السنة لغاية ما الكرنب التاني بيطلع عليه. يعني انا في التوقيت ده اللي انا ببتدي اخزن فيه عندي كرنب من السنة اللي فاتت بطلع منه بعمل منه زي ما هو بالظبط. انا هنا كنت بقولك العيدان دي ما ترميهاش، هنحتاجها. انتوا عارفين الوقت كيلو البصل ب10 جنيه، فبدل ما هنستهلك بصلاية كده في أرضية الحلة واحنا رايحين نحشي هنستخدم العروق اللي انتوا شفتوها دي. فزي ما قلتلك كده ان شاء الله هنخزن كل حاجة اه، يعني واحدة واحدة. مش شرط ان انت تجيبي 10 كرنبات هيقطعوا معاكي مبلغ، مش شرط بقى. لا هنجيب كده ايه كل مرة كده نجيب كرنبتين لغاية ما تيجي تبص تلاقي الكمية اللي انت محتاجاها وعلى قدك كده خزنتيها. بس خزنتها كده ايه ما حسيتيش بيها، يعني كل مرة تروحي تجيبي مثلا كرنباية ولا اتنين كده مش هتحسي بيها. هنا شوفي بقى اللي انا بقولك عليه، انت بتشدي الورقة كده لان الورقة بتبقى يعني مكشكشة كده. يعني شوفي الورقة كانت قد ايه ولما فردتها بقت قد ايه. فتحاولي تظبطيها علشان لما تيجي تقطعيها تتقطع معاكي حلوة، مش اول ما تيجي تفرديها كده تلاقي ورقة صغيرة وورقة كبيرة. انا هنا كده سبت الحتة ديت علشان تشوفيها كده على قد ما قطعتها. شوفي فردت معايا قد ايه، شوفي اللي قبلها قد ايه وهي قد ايه.
بتحاولي تظبطيها علشان لما تيجي تقطعيها تطلع معاكي الورقة الحجم اللي انتي عايزاه. ان شاء الله زي ما قلنا كده هي فترة وهتعدي. لازم نتحملها بأي شكل من الأشكال. وزي ما قلتلك انتي على بال ما تجيبي كده كل مرة، كل ما تنزلي تجيبي شوية خضار او حد مثلا من اللي بيعدي عليكي بتجيبي منه كرنباية او اتنين على قد ميزانيتك، هتيجي تبص تلاقي ان شاء الله تلاقي خزنتي الكمية اللي انت كنت كل سنة بتخزنيها. صح الدنيا غالية بس مش هنفضل قاعدين وساكتين، هنخزن. فاحنا كده قلنا ايه، نشارك مع بعض كده الفيديو. اول اول ما جايبي في الكرنب، وزي ما قلت لك انا لسه عندي كرنب من السنه اللي فاتت بستخدمه، والطريقه بتاعته السكر دي في منتهى الجمال، بتخلي معاكي الورقه زي العسل، ما بتبقاش شده كده وتشد. كنا زمان بنخزنه بنحط الملح والكمون وخلاص، او شويه الملح وبنسلق الورق بتاعنا. بس كنت لما بتيجي تحطيه في الفريزر بتلاقي الورقه بتقعد فتره معاكي وبعد كده بتشد، تلاقيها شدت مهما تحط العقد بتاع المحشي. بتلاقيها الورقه شدت، تاخد منك سوا كتير وتلاقيها شده كده، مش ما بتبقاش سايحه. انما جربي كده ان تحطي المعلقتين السكر، هتلاقيها في منتهى الجمال معاكي، وهتفضل زي ما قلتلك من السنه للسنه. يا رب كده يكون الفيديو خفيف وبسيط وبنشجع بعض. فكرتنا في الفيديوهات هي التشجيع، ان احنا نشجع بعض كده ونقوم من الوقت كده ما يسرقناش ويفوت واحنا ما عملناش اي حاجه. دي العيدان اللي انا بقولك عليها، العروق ما بتاخدش الخضره، لو معاكي اخضر ما بتاخدوش. انا كده زي ما قلت لك الورقتين الخضر اللي كانوا في اول الكرنبايه كده انا سلقتهم، بس دول بتزودي السليق بتاعهم شويه لان الورقه بتاعتهم تبقى جامده. وقطعتهم ورصيتهم معايا. بتبقي تاخدهم كده اول سطر معاكي اول سطر معاكي في الرص كده في رص الكرنب ده. الكميه شوفي من كرنبتين عملت معايا 4 اكلات، 4 اطباق اهمتي. تخزنيها في اطباق، تخزنيها في اكياس اللي انت حابه تخزنيه فيه او اللي انت متعوده عليه. عملنا الطريقتين مع بعض، اللي هي الشرايط واللي هي الورقة اللي على قد لفة الصابع. وهنا بقى برضو هنبتدي ان احنا اللي احنا قطعناه ده نبتدي نخزنه في اكياس على قد الكمية اللي معايا. وده قلت لك ما تستغنيش عنه خالص، الحتة اللي في الاول الكرنبايه ديت، ولو طلعت معاكي ورقة ولا حاجة كده بتبتدي تقطعيها. اللي اتسلق ده بصراحة ما بفضلوش خالص في المخلل، خلاص هو اتسلق، بس باخده كده فرشه في ارضيه الحله بدل البصل وبدل الكلام ده، لان انتوا عارفين الفلفل غالي والبصل غالي والحاجات دي غاليه. ومعاكي بقى المخلل ده، دي الحته اللي انا قطعتها قدامكم كده، وقرن شط عليها وشويه ملح وعملتها زي ما انتوا شايفينها كده. تبتدي تغلفي بقى الاطباق بتاعتك وبالف هنا وشفا. شوفي 30 جنيه عملوا معاكي ايه. احنا ما بنحب نقول ارقام واسعار، هي نفس ما زودتش فيها اي حاجه. اللي زودته بس في المخلل هو قرن الفلفل وال قرن الشطة والبتاع وشوية الملح، اكتر من كده ما عملتش، يعني ما زودتش اي حاجة خالص. هنا بقى بتاخدي كده شوية على قد ايه دي الفرشة اللي بفرشها في الحلة. عملت كده لكل طبق كيس، وكده اكتفيت بقى بالكمية اللي معايا دي. وخلاص بقى اي عيدان تانية بترميها. هنا دي كانت فكرة الفيديو بتاعي، يا رب يكون الفيديو كده عجبكم. ودولت الكمية اللي معايا زي ما قلتلك سعرهم 30 جنيه. شوفي بقى 30 جنيه دلوقتي ما بيعملوش اي حاجة خالص، بس هيعملوا معاكي ان شاء الله خزين حلو هيكفيكي وهيفيض ان شاء الله. وزي ما قلتلك لو انتي اسرة كبيرة بتبتدي كل مرة تجيبي واحدة في واحدة كده، بتلاقي الكمية اللي انتي عملتيها بقت مناسبة ليكي وحلوة، وما بتحسيش بالقرش مرة واحدة. ولو انتي ربنا مقدرك ان انتي تجيبي حاجتك كلها وتخزنيها، خير وبركة، ما فيش اي حاجة. بس احنا بنقول ان احنا ما نعقدش الدنيا على نفسنا، لان الدنيا فعلا فعلا بقت غالية قوي. الاسعار بقت رهيبة وكل يوم بتزيد ما بتقلش. فالحمد لله، يا رب كده نشجع بعض ونفيد بعض، وتبقى حاجة بسيطة كده وسهلة والكل يستفاد منها. وده اللي انا بستخدمه في قلب بيتي، يعني ده اللي انا بعمله في قلب بيتي بالظبط.
ان انا ما بصعبش الدنيا على نفسي. كنت الاول بجيب هخزن الكرنب بجيبه مرة واحدة، دلوقتي بجيب واحدة واحدة على قدي، على حسب امكانياتي وعلى حسب ظروفي. فحبيت ان انا اشارك مع اخواتي وحبايبي كده الفيديو، يمكن حد يستفاد منه، او يمكن بنوتة صغيرة كده ما تكونش لسه عارفة تسلق الكرنباية تعرف تسلقها، او ما تكونش عارفة في تقطعها تعرف تستفاد منها. فكلنا كده بنستفاد من بعض وبناخد افادة من بعض. ويا رب كده يكون الفيديو عجبكم وينول اعجابكم. ما تنسونش في اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس. انا ما بفتكرش ان انا اقول لكم في اول الفيديو، انا عارفه ان انتوا في كتير ما بيجري الفيديو وما بيتفرجش عليه للاخر، بس يا رب اللي يتفرج عليه للاخر يفتكرني في اللايك وفي الاشتراك علشان يرفع معايا كده الفيديو. كلنا بنفيد بعض وبنستفاد من بعض، ويا رب تبقى سنة سعيدة على الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم في رعاية الله وفي حفظه وفي امانه.